مفاجأة مدوية في الأهلي بخصوص عودة المغضوب عليه، وكولر يفاجئ ثلاثي الأهلي. في البداية وقبل أي شيء صلي على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي. خلينا في البداية نتكلم عن ثلاثي الأهلي ونجوم الأهلي، ومفاجأة كبيرة جدا جدا من مارسيل كولر المدير الفني للفريق. مارسيل كولر اتعرض عليه 4 أسماء من لاعبي النادي الأهلي الحاليين اللي عقودهم هتنتهي خلال الموسم الحالي، وهم أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبيرسي تاو. في الحقيقة كولر تمسك شديد جدا بأحمد نبيل كوكا، وادى الضوء الأخضر للإدارة إن هي تجدد له عقده في الحال وتديله المرتب اللي هو عاوزه أو المتفق عليه بينه وبين النادي. أما بخصوص ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وبيرسي تاو، كولر قال إحنا هنأجل موضوع التجديد ليناير القادم عشان خاطر يشوف اللعيبة ويشوف الأحداث هتكون ماشية معاه ازاي، وهل في يناير القادم هيكون في صفقات جديدة للنادي الأهلي في الأماكن بتاعتهم ولا لأ، وهل هم هيثبتوا نفسهم في اللي جاي ولا لأ. لأن طبعا احنا عارفين ان ياسر ورامي يعني أعمارهم بقت كبيرة عن الأعمار اللي في الفرقة أو متوسط العمر اللي في الفرقة. وبخصوص بيرسي تاو طبعا احنا عارفين ان كولر من الموسم اللي فات هو مش محتاج لبيرسي تاو، خصوصا ان هو واخد مكان لاعب محترف في القائمة، وبيرسي تاو يعني ما قدمش الاداء المطلوب منه الموسم اللي فات ولا الموسم الحالي، حتى بداياته الموسم الحالي مش احسن حاجة. فده كان بخصوص ملف يعني التجديدات في النادي الأهلي. ومفاجأة طبعا من العيار الثقيل ان رامي ربيعة وياسر إبراهيم ان كولر يأجل المناقشة في موضوع تجديدهم للنادي الأهلي. أما بقى بخصوص عودة المغضوب عليه، أيوه هو رمضان صبحي، لجنة التخطيط أو بعض المسؤولين في النادي الأهلي اتكلموا مع مارسيل كولر عن يعني إمكانية عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، والموضوع ده كان فيه سرية تامة، ولكن يعني قدرنا إن احنا نوصل للمعلومات دي يعني من مصادر يعني داخل النادي الأهلي أكدت لنا إن في مسؤولين من النادي الأهلي اجتمعوا بمارسيل كولر وعرضوا عليه يعني إمكانية عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي من جديد. ولكن في مفاجأة من العيار الثقيل، كولر رفض عودة رمضان صبحي بشكل قاطع. قال لهم رمضان صبحي لا يتناسب مع النادي الأهلي، مش شخص رمضان صبحي ولكن إمكانيات رمضان صبحي الفنية في الوقت الحالي لا تتناسب مع النادي الأهلي ومع احتياجات مارسيل كولر للفريق. مارسيل كولر طلب ان في المكان ده عايز لعيبة على اعلى مستوى واشترط انه يكونوا محترفين. يبقى كده رمضان صبحي بقى بعيد كل البعد عن العودة للنادي الاهلي، مش بسبب ادارة النادي الاهلي ولا المسؤولين في النادي الاهلي، ده بسبب رغبة مارسيل كولر اللي عارف اللاعب واتفرج عليه اكتر من مرة وقال رأيه فيه بكل صراحة. قال هو لاعب كبير جدا وليه تاريخ وليه جماهيرية، ولكن اللاعب ده امكانياته في الوقت الحالي لا تتناسب مع احتياجاتي في الفريق. دي كانت بعض الاخبار السريعة من داخل النادي الاهلي، وان شاء الله في الفيديوهات القادمة سنوافيكم بكل ما هو جديد وحصري يخص النادي الاهلي بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.